بتسجل بيسجل. تمام. ازيكم عاملين؟ النهارده جيت لكم في فيديو جديد من الفيس كام او السيت اب بتاعي وقصه معاناتي اللي حصلت لي كام يوم اللي فاتوا دول. الموضوع الغريب ان حصلت معايا امور وانا بفكر ارجع اليوتيوب تاني. يعني انا خدت قرار ان انا خلاص هقعد اركز في موضوع اليوتيوب ده. ما كانش هيكون اول فيديو فيس كام، لا ده تالت فيديو فيس كام، مع ان اصلا الفيديو ده ما كانش هيتعمل، بس هو يعني حاليا يعتبر التالت. طبعا اللي ما يعرفش، انا بدات من كام يوم ستريم على منصه الكيك. اللي ما يعرفهاش دي منصه بتدعم الستريمر وكده. الناس اللي موجوده في الديسكورد عارفه كده كويس، لان بينزل لها منشن وكده، منشن لها يلا هوب ستريم. الناس دخلت واتفرجنا وعملنا ستريم جميل وحصل امور كتير، بس انا مش عايز احرق عليكم من الاخر كده، يعني نجيب لكم من الاخر موضوع الستريم. لا احنا نجيبها من اول تحضيرات الرجوع لليوتيوب. خدت القرار وخدت اجازه من شغلي طويله شويه، بحيث ان انا لو لقيت نفسي ان انا لسه ما كنتش متاكد فكنت اخدها اجازه. فالمهم ان انا دلوقتي اخد اجازه طويله من الشغل، وقلت هرجع اجيب مبلغ الفلوس اللي معايا هجيب بيهم حاجات ادوات استعملها، منها المايك والكرسي والاضاءه. بدات اول حاجه دخلت على امازون ودورت وسالت عندي في المنطقه وكده لحد ما جبت الكرسي اللي انا قاعد عليه. كانت بدايه الكرسي، والحمد لله الوالد ساعدني في موضوع فلوس الكرسي ده، لان هو اصلا انا كسر كراسي السفره من كتر ما انا بقعد اتمرجح كده، فاهم. بدات بقى اول مشكله معانا هي اول لما فكرت اطلب من امازون. دخلت ادور على نوع اضاءه كويس، احاول افهم المفروض اجيب ايه. فالمهم ان انا اخدت القرار ونزلت. قلت اسال عندي الاول في المنطقه قبل ما اشوف على امازون وكده. فنزلت عندنا، ركبت من على البحر، رحت محطه الرمل، هوبا نزلت في اماكن هناك مشهوره بتاعت كاميرات وكده. فقلت له عايز سوفت بوكس. قررت ان انا اجيب سوفت بوكس. فقلت له عايز سوفت بوكس. فاسلوب الراجل ما كانش قد كده. عارف الاسلوب، في بياعين تخش عليهم كده نفسك تتفتح لهم، اللي هو الراجل من اسلوبه يعني يقدر يبيع لك. ده واقف يتكلم مع ناس زباين عنده، فانا داخل بساله بكل احترام عايز سوفت بوكس، فعايز اعرف سعره هيبقى عامل كام. فبيقول لي 2000 جنيه. عارف اللي هو، عارف اللي هو بيقولها لك كده، اللي هو انا عارف ان انت مش هشتري، انا فعلا معايا فلوس وهشتري، بس هو اسلوبه الصراحه مستفز. فالمهم خدت بعضي وخلاص. فبعدها اتقفلت شويه، اللي هو يعني هجيب اضاءه بس ب 2000 جنيه وهعمل ايه في الباقي ومش عارف ايه. المهم قلت خلاص فكك، نروح نشوف اونلاين. بعد طبعا ما دورت تاني على محلات تانية وكده بس ما لقيتش. فقلت اخش على امازون وبص، هوبا لقيت نوع الاضاءه اللي انا عايزه في الامازون فطلبته. وكمان كان المايك ده طلبته من امازون، فجاء المايك ده حد مقترح عليا من صحابي. طبعا كتير قوي اقترحوا عليا مايكات كتير، بس للاسف المايكات كلها سعرها عالي قوي، وانا الفلوس اللي كانت معايا او الميزانيه اللي معايا كانتش تكفي ان انا اجيب اضاءه ومايك وكرسي في الثلاثه مع بعض. اضطريت ان انا اقلل شويه من المايك بحيث ان انا اجيب كرسي كواليتي كويس. المهم مش عايز ادخلكم في تفاصيل كتير. بدات المشكله بقى بعد ما الحاجات دي قررت. الحاجات دي كانت المفروض توصل يوم الاربعاء اللي فات اللي هو يوم 17. بدات المشكله لما الاضاءات جت بدري عن المايك. انا طالب الاثنين مع بعض، جاء رن عليا المندوب. السلام عليكم. وعليكم السلام. مندوب امازون مع حضرتك يا فندم. حضرتك وصلت؟ قدامي بالظبط ربع ساعه وكان عند حضرتك. فربع ساعة وتكون عندي وجاي بدري يومين وانا مش عامل حسابي على الفلوس، فالدنيا كانت بايظه. دي كانت اول مشكله، كانت اضطر ان انا ارجع الاضاءات وبتاع. فما حبيتش اعمل مشكله، كلمت الوالد قال لي ماشي. بعد طب ما قاليش ماشي على طول، طبعا في جدال حصل طويل فمش عايز ادخلكم برده في تفاصيل. زي ما قلنا احنا جايين نتعرف كده كفيديو سريع لذيذ. المهم اخدت الفلوس ونزلت للراجل، قابلته، اداني الحاجه، حسبته تمام. رجعت على البيت على طول، جيت عامل انبوكسنج للحاجه من الفرحه، يعني حابب ان انا اركب الاضاءات بقى وكده والجو ده. فجيت فاتح الاضاءات والدنيا ماشيه تمام الحمد لله. الاضاءات ما طالعش فيها اي حاجه. الكواليتي بتاعتهم ممكن تكون قليله شويه من ناحيه البلاستيك او الاستندات وكده، بس انا الحمد لله يعني الموضوع ده ما اثرش قوي، لان انا هثبتهم وخلاص هيفضلوا ثابتين على كده ان شاء الله. جات لي مشكله مع الكاميرا. الكاميرا بتاعتي اصلا كلها قد كده، انا عايز اقول لكم ان بالظبط هي قد كده. يعني انت شايف حجمها بالنسبه لوشي هي كده بالظبط. دي الويب كام اللي عندي. فمشكلتها ان دي انا جايب لها اضاءه سوفت بوكس كده اتنين، فده خلى في حد على وشي كبير قوي. حتى لو تلاحظوا الكاميرا بتعمل حاجات غريبه هنا في الجنب. فانا مش هقدر اغير الكاميرا دلوقتي. ده بقى مشكله ان انا مش عارف اظبط الاضاءه مع الكاميرا. فهنا اول قفله بالنسبه لي، ان انا حسيت ان انا زودتها قوي في الاضاءات بالنسبه للكاميرا اللي عندي. قعدت افكر ارجع الاضاءات ولا لا. انا معايا 15 يوم من امازون وارجع فيهم الحاجه. كلمت واحد من صحابي اسمه هيروين، طبعا اكتركم عارفينه الناس اللي بتوع الديسكورد وكده. صراحه ده كان سبب في ان انا احل مشاكل كتير قوي واجهتني في الفتره اللي فاتت من ناحيه الكمبيوتر وكده. كلمت هيروين، ايوه هيروين، عندي مشكله في ستريم لابس كنت بستعمله. قال لي بدل ما تستعمل ستريم لابس، لان ستريم لابس، قال لي لا روح انقل على او بي اس. قلت له بس انا ما افهمش في اعدادات او بي اس. قال لي انا افهم فيها وهظبط لك الدنيا. والحمد لله وصلنا باعدادات الكاميرا للي انتم شايفينه دلوقتي. بنسجل بيها مؤقتا وهي طلعت جميله في الستريم. يعني في الستريم كصوره في الجنب كده بتبقى حلوه، لكن انا اول مره اصور بيها دلوقتي كفول سكرين يعني. المهم عدى موضوع الاضاءات والحمد لله الدنيا مشيت تمام. جينا بعد كده بقى لمشاكل الاو بي اس. انا ما بفهمش قوي في الاو بي اس لاني كنت بستعمل برنامج بتاع انفيديا اللي هو الت زد ده اللي هو جي فورس. كنت بستعمله في التصوير والدنيا كانت بتمشي ويطلع لي اتنين تراك، تراك للصوت وتراك
الديسكتوب عموما. كانت الدنيا حلوه والدنيا لذيذه في الفيديوهات القديمه، بس انا المره دي راجع وعايز اظبط الدنيا اكتر. بدانا نعدل اعدادات النت ونعدل البيت ريت والحاجات دي كلها والكواليتي، ونشوف الستريم فيه دروب اف بي اس او دروب من النت وكده. المهم ان هو جه اليوم بتاع المايك ان هو يجي فيه، كلمني برضو المندوب، راجل طلع لي جاب لي الحاجه حسبته، وجيت بقى لموضوع المايك اللي قدامكم اللي هو اصلا انا لحد دلوقتي مش مقتنع بيه. وصل المايك وعملت له انبوكسنج مع الشباب في الديسكورد، فتحت لهم ستريم او فيس كام يعني، قلت لهم تعالوا بقى ايه نفتح المايك سوا ونركبه مع بعض. بدات لقيت الكواليتي بتاعت المايك كماتيريال كويسه، بس كمايك جوده صوت بقى ابتدينا نجربه. جه معاه ادابتور كده ابيض، الادابتور ده انا ما كنتش فاهم بتاع ايه في الاول. برضو جه قالوا لي لا ده اللي هو يعني يعتبر بيحول المدخل بتاع المايك بيخليه يو اس بي. فقلت ده كويس عشان انا عايز ممكن اخلي مايك السماعه معايا استعمله مع الشباب في الديسكورد، وده لما اجي اسجل بيه بس. قلت جميل الموضوع ده. ركبت الادابتور وجيت اجرب المايك، لقيت فيه صوت يعني كده، عارف الصوت ده؟ هو الصوت ده بالظبط يعني، كل لما اتكلم بيحصل صوت غريب. فقعدت اقول لي المايك طلع مش شغال، وساعتها بقى اتقفلت بجد اللي هو وانا ليه كل ما اعمل حاجه بدات معايا بالاضاءات، بعدها الاو بي اس، بعدها المايك، فراح بينا فين؟ ليه كده؟ قلت الحمد لله ولعله خير، وخلاص اكلم المندوب وكده. حلوين قال لي طب بص جرب حاجه، جرب اعمل شيل الادابتور المايك مباشر. اتظبط شويه بس صوت المايك واطي جدا. دي مشكله كان قايل لي عليها صاحبي اللي اقترح عليا المايك، قال لي اللي هو هالك، يعني هتلاقوا رابط برده قناه هالك تحت في الوصف. قال لي المايك اول لما تجيبه هتلاقي صوته واطي، بس عشان تعالج الموضوع ده محتاج انك تدخل على الويندوز وتعلي الصوت وكده. دي حاجه معتاده ممكن نعملها في اي مايك اي سماعه. المهم دخلت ظبطت الدنيا والحمد لله الدنيا وصلنا برده كواليتي المايك للجوده الموجوده حاليا. على قد ما اقدر في المونتاج لسه يعني، كنت قاعد من شويه بشوف الدنيا كده بحاول اعدل الصوت في المونتاج وكده. على طول بعد ما ركبت بقى المايك وحليت مشاكل اللي عماله تحصل لي في او بي اس وغيره، وبدات ركبت المايك، اتحمست الصراحه بعد ما المايك اشتغل. الشباب قالوا لي يلا نلعب فالو، قلت لهم طب بقول لكم ايه، طب ما تيجي نجرب الستريم والمايك وكله مره واحده. بدانا لايف على ستريم على الكيك. اول ما بدانا الدنيا مشيت تمام، كنا مظبطين اعدادات جميله قوي الاو بي اس، والدنيا ماشيه جميله. الستريم شغال كويس، مفيش تقطيع مفيش حاجه، بس تعديلات في مستوى الصوت ان صوت اللعبه كان اعلى، فابتديت بقى اعدل مستويات الصوت والحاجات اللي الناس بتستعمل او بي اس عارفاها. برده من حماسي في اليوم ده اللي انا فاكره ان انا كملت الستريم 3 ساعات حرفيا، احنا نقلنا العاب كتير. وقررت بقى ان انا اسجل لكم اول فيديو فيس كام، فقلت ليه ما اسجلش فيديو بالمره يعني، اعمل ريكوردنج واحنا بنلعب لعبه تانية غير فالورنت يعني. واحنا انا وهيروين كنا محملين لعبه ميد نايت جوست هانت، فقلنا يلا نلعب اللعبه في الستريم، وبالمره تغيير لجو الستريم يعني وكده. لما لقيت ابتدت ناس تدخل وكده قلت خلاص نغير جو من الفالورنت يعني، ندخل على ميد نايت جوست هانت واصور الفيديو اللي احنا كنا متفقين عليه. وإذ فجاه بعديها بشويه الاقي الستريم ابتدى يعبط. بعد طبعا ما قعدنا شويه في اللعبه وصورنا الفيديو وخلص التصوير، وقفت الريكوردنج، ما دخلتش بصيت على الفيديو، اكيد مش هخش ابص هو في الستريم. دي كانت غلطه بجد ان انا ما راجعتش اعدادات الريكوردنج قبل ما ابدا اصور. وقفت ستريم والدنيا مشيت تمام. جيت بقى للنقطه اللي قفلتني بجد ساعتها، جيت ادخل على ادوبي عشان قفلت مع الشباب وقلت لهم خلاص بروح امنتج الفيديو اللي احنا صورناه ومش عارفه ايه. فتحت ادوبي، فجيت اضيف الفيديو على ادوبي كالعاده يعني، فبشوف الدنيا ماشيه ازاي. فلقيت مستويات التراكات بتاعت الصوت كلها ما فيهاش صوت ما عدا تراك واحد، وتراك تاني كده في نصه فيه صوت وفي النص الباقي لا. فهنا انا ادركت ان تراكات الصوت مش موجوده. فانا حرفيا ايه، انا اقفل ادوبي وافتحه تاني. انا العيب اكيد مش في يعني في التصوير. فلحظه ادراك ان الستريم بس هو اللي كان بيسجل يعني كل حاجه لوحدها ما كانتش بيسجلها، لا هو كان بيسجل تراك واحد اللي هو تراك الستريم. فهنا انا استفزيت، فخلاص قلت اهدى نحاول نظبط الموضوع، نحاول يعني نعلي الصوت في الاماكن ونقلل في اماكن. المشكله بقى الاكبر ان انا طلع يعني، حتى بعد ما ابتديت احل المشكله واجهتني مشكله الميوزك اللي كانت موجوده. كنت مشغل ميوزك في سبوتيفاي وعلى الستريم، فالميوزك دي طالعه في التراك بتاع الستريم. فلما جيت احاول اظبطها لقيت ان هي لا مش نافعه خالص، لان هم كانوا سامعين الميوزك اعلى ما انا سامعها. انا بسمع من سبوتيفاي، هم بيسمعوا من او بي اس. للاسف الفيديو ده يعتبر ما حبيتوش ان هو ينزل وهو فيه العيوب دي كلها ويكون اول فيديو فيس كام ليه. فده اول فيديو ركنته على جنب وقلت ماشي عديها. جيت تاني يوم قلت خلاص انا كده جاي محمل لعبه تانية، وكنت هبدا سلسله لعبه محاكي السوبر ماركت اللي اكتر ناس بدأها بقى لهم شهر اليوتيوبر وكده. دخلت سطبت اللعبه الدنيا تمام وابدا تسجيل. وقررت قبل ما ادخل اللعبه ان انا مش حابب ان الفيس كام تفضل ثابته لكم هنا او هنا، يعني بمعنى اصح الفيس كام تفضل هنا كده. دي حاجه بتستفز الواحد يعني. انا لما كنت بتفرج على فيديوهات اليوتيوبر تلاقي الفيس كام دايما ثابته، او تيجي حته في اللعبه مش عارف هم ما بيقدروش يشيلوا الفيس كام، يعني هي محطوطه هنا لو حاجه جت وراها خلاص هي مش هتبان. فانا ما كنتش حابب النقطه دي تكون موجوده عندي في الفيديو. فقلت خلاص انا هجيب طريقه ان انا اسجل الفيس كام لوحدها والجيم بلاي لوحده، وفي الاخر ادمج الاثنين في ادوبي. يا ريتني ما فكرت في الموضوع ده بجد، لان دي كانت مشكله. انا دخلت فعلا شغلت الدنيا، اتاكدت ان ده بيصور
بيصور وده بيصور والدنيا ماشيه تمام، واتاكدت من موضوع الصوت واتاكدت من كل حاجه، وبدات تصوير فعلا الفيديو وصورت اول يومين ليا في اللعبه، وفتحت السوبر ماركت والدنيا ماشيه تمام، واديت رياكشنات حلوه وكانت اول مره اطلع فيس كام، وكنت مبسوط من الاداء اللي انا عامله قدام الفيس كام لاول مره، فاهمني. وبعد ما خلصت تصوير الفيديو كويس، فجاه يعني مشكله جديده جدا او غباء مني زي ما نقول، اللي حصل ان انا دخلت ابص خلاص خلصت الفيديو باخده على ادوبي كالعاده، بعد ما حليت مشاكل ادوبي ونزلت ادوبي جديد والدنيا ماشيه تمام، خدت الفيديو على ادوبي بشوف الدنيا، جبت فيديو الفيس كام لقيته 25 دقيقه، دي نحط تحتها يعني 3 4 خطوط كده، 25 دقيقه ده فيديو الفيس كام. نجيب فيديو بقى الجيم بلاي نقارن الاثنين مع بعض، لقيت ان في فرق تقريبا 10 دقايق، يعني الفيديو الفيس كام كده معمول لاير لوحده 25 دقيقه، جيت تشوف الفيديو الجيم بلاي تقريبا 14 دقيقه او 15 دقيقه، في 10 دقايق راحوا. طب دول راحوا فين؟ بس فجأة وانا عمال ادور واحاول اظبط الدنيا مع بعض، امشي كام مع يعني اعالج الدنيا كده، فجأة انا بص الاقي ان الفيديو كان بيقف يشتغل، عارف انت كده لما يعني كده بص انا ابقى هنا اعمل هو كات كده على طول، فانا هنا عرفت ان الفيديو كان بيقف، قعدت افتكر هو الفيديو بيقف ليه، ولقيت ركزت كده شويه لقيت ان الموضوع كان بيقف لما باجي احاسب الناس جوه اللعبه بالفيزا، لحظه ادراك ان انا كنت عامل للاو بي اس بايند او هوت كي ان هو بيقف من هنا، يعني الزراير اللي في الجنب، عارفين الزراير اللي بتبقى النوم باج مش عارف اسمها نوم ايه، المهم ان الزراير دي انا كنت حاطط زرار 5 والبلس اللي هي الزائد دي، هم دول مسؤولين ان هم يشغلوا الريكوردنج ويوقفوه، واكتشفت ان الفيس كام ما كانتش بتقف لما انا بوقف الفيديو، واصلا انا كده ما كانش هدفي ان انا اوقف الفيديو، انا هدفي ان انا بحاسب زبون جوه اللعبه فبكتب رقمه هنا، فهنا انا بجد يعني كنت الساعه 4 الفجر تقريبا كنت قاعد بقى عايز امنتج الفيديو بتاع واسهر عليه وانزله لكم، لحظه ادراك كده اللي هو ايه ليه كده، اتغبيت وقعدت اضحك شويه على نفسي اللي انا عملته، وبعدها الصراحه زعلت من موضوع ان انا الفيديو انا اديت رياكشنات مش هقدر اصطنعها، فاهم، انا ممكن مش حابب ان انا اصطنعها اساسا، مش حابب اعيد الفيديو تاني، يعني فكره السلسله كانت بدايتها يعني حلوه بس هي ما ظبطتش معايا، فالحمد لله على كل حال، ولحد دلوقتي مش عارف اصور على لعبه ايه تاني، والفيديو الاولاني ده انا مستحيل اعيده، لان لو عدته فانا هبقى بتصنع الرياكشنات اللي هي الحاجات اللي انا شفتها لاول مره واديت عليها رياكشن، مش هقدر ادي نفس الرياكشن تاني، بس هي اللعبه طويله فانا ممكن ادخل واكمل وعادي ان شاء الله خير يعني، فهتشوفوا الحلقه الثانيه من اللعبه على طول في الفيديو الجاي ان شاء الله. فهنا برضو كانت قفله وحاجه تخليك ان انت شغال بقالك حبه وعمال اشوف فيديوهات بقى قبل ما اخش اصلا المنتج، عمال افتكر المونتاج كانت الدنيا ماشيه فيه ازاي، اشوف ادوبي، اشوف ايه الحاجات اللي نازله جديد، اشوف اكستنشن اضيفها لادوبي، وكنت ضايف حاجات وترانزيشن وحاجات حلوه كده، بس للاسف يعني، ودي برضو كانت جزء من المشاكل اللي حصلت الاسبوع اللي فات. اللي حصل ده كله ان شاء الله يعني يكون شيء خير ليا، وكل تاخيره وفيها خير زي ما بيقولوا، وده كان اول فيديو فيس كام في قناه اليوتيوب، لو انت وصلت لحد هنا فانا بحبك جدا الصراحه، فانزل قول لي تحت ان انت وصلت وشفت الحته دي، فاهمين حاجه. اتمنى ما كنتش طولت عليكم في فيديو الفيس كام، وهسيب لكم فيديو بسيط للسيت اب كده على السريع بعد ما انظمه، احاول يعني هسيب لكم كده فيديو خفيف لطيف كده، وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، يا رب يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم الفيديو حابين تشوفوا فيديوهات تانية عندي قصص ممكن اقولها من ناحيه لو عايزين تعرفوا قصتي مع سي اي تي وازاي الجهاز القديم اتحرق وكده بسبب سي اي تي، وخصوصا الايرون مينر او شغلانه الايرون، لا ممكن ابقى اطلع احكي لكم القصه دي، بس يا ريت لو انت رايك يهمني جدا، فلو عندك اي اقتراحات قولها لي تحت في التعليقات، واقترح عليا اهم حاجه العاب بقى، انا عايز العاب العبها واقفلها واعمل عنها سلسله، فمش عايز اطول عليكم اكتر من كده، واشوفكم الفيديو الجاي، سلام.